تخيل معايا انك لو قعدت مع مستر بيست، ايه السؤال اللي يخطر على بالك انك تسأله لمستر بيست؟ الشخص اللي قدامك اللي ظاهر قدامك في الشاشة قعد مع مستر بيست وسأله سؤال وقال له: يا مستر بيست، لو في يوم من الايام بدأت قناة على يوتيوب من الصفر بدون ما يكون عندك عدد مشتركين وبدون ما يكون عندك معدلات، مستر بيست قال له: انا ولا محتاج عدد مشتركين ولا محتاج معدات ولا محتاج اي جمهور ولا محتاج اي حاجة، كل اللي محتاجه الخبرة اللي عندي بس. فالراجل قال له: ايه هي الخبره اللي عندك دي؟ فمستر بيست قال له على 3 نصايح لليوتيوبر اللي لسه مبتدئ على اليوتيوب. بس قبل ما اقول لك على 3 نصايح دلوقتي، انت لازم تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا اقول لك على ال3 نصايح. النصيحة الأولى اللي قالها مستر بيست هي فكرة الفيديو نفسها. فكرة الفيديو نفسها، تتخيل إن مستر بيست بيقعد في فكرة الفيديو من أسبوع ل2 ل3. يعني فكرة الفيديو مهمة لدرجة كبيرة جدا، لازم تهتم بفكرة الفيديو، لأن فكرة الفيديو هي اللي هتجيب لك مشاهدات مش الفيديو نفسه. أنت ممكن تنشر فيديوهات كثيرة جدا بس الفيديوهات دي كلها مش هتجيب مشاهدات، ولكن فكرة الفيديو اللي انت محددها وتعبان فيها بالمونتاج وفي التفكير فيها هي اللي هتجيب لك مشاهدات. فمستر بيست في اول نصيحة بيقول لك ان فكرة الفيديو اهم من كل حاجة قبل ما تعمل اي فيديو، لان المشاهد لو فكرة الفيديو مش كويسة او المشاهد مش عايزها هيخرج من الفيديو ومش هيسمع الفيديو وكمان مش هيدخل على الفيديو. النصيحة اللي قالها مستر بيست للراجل اللي كان معاه ألا وهي الصورة المصغرة والعنوان الخاص بالفيديو. انت تعرف ان الصورة المصغرة المشاهدات بتيجي منها بنسبة 99%. لو انت مش حاطط صورة مصغرة في الفيديو مش هتجيب مشاهدات، لو انت حاطط صورة مصغرة سيئة في الفيديو مش هتجيب مشاهدات. عشان خاطر كده لازم تعمل صورة مصغرة بجودة عالية، صورة مصغرة فيها كلمة تجذب المشاهد وفيها صور تجذب المشاهد. مثلا لو انت حاطط 3 حاجات في الصورة لازم ال3 حاجات دمتي يكونوا بيجذبوا المشاهد، مش اي صور تحطها داخل الصورة مصغرة او اي كلمات تحطها داخل الصورة مصغرة. والعنوان نفس النظام، لازم تكتب فيه كلمة محفزة ولازم تكتب فيه كلمة مفتاحية. الكلمة المفتاحية عشان خاطر تصدر نتائج البحث على اليوتيوب، والكلمة التحفيزية عشان خاطر تخلي المشاهد اللي ركز على العنوان اكتر من الصورة المصغرة يضغط على الفيديو ويشاهده. ودي كانت تاني نصيحة واخر نصيحة اللي قالها مستر بيست للراجل اللي كان قاعد معاه، الا وهي اول 30 ثانية من الفيديو. انت تعرف ان اول 30 ثانية من الفيديو اهم من باقي الفيديو كله. انت لازم تعمل اول 30 ثانية من الفيديو تحط كل مونتاجك وكل تعبك في اول 30 ثانيه من الفيديو. لازم تخلي المشاهد يقعد معاك اول 30 ثانيه من الفيديو، بس ما تركزش على اول 30 ثانيه من الفيديو وتسيب باقي الفيديو. باقي الفيديو برضه لازم تعمل في جذب انتباه عشان خاطر المشاهد لو سمع اول 30 ثانيه فقط كده برضه انت مش هتحقق ال 4000 ساعه. يبقى انت لازم تخلي المشاهد يسمع اول 30 ثانيه، وبعد اول 30 ثانيه تحاول تعمل جذب انتباه لدقيقه، وبعد الدقيقه دقيقتين. يعني كل مرة تحاول تعمل جذب انتباه لحد ما تخلي المشاهد يسمع معاك الفيديو للنهاية عشان خاطر تقدر تحقق ال 4000 ساعة. والمشاهد لما يسمع أول 30 ثانية من الفيديو زي ما قال لك مستر بيست كده، انت اليوتيوب هيرشح فيديوهاتك لناس أكتر. فأول 30 ثانية من الفيديو، مستر بيست أشهر يوتيوبر في العالم اللي هو عنده 411 مليون مشترك في اللحظة اللي بيسجل فيها الفيديو حاليا، بيقول لك ان اول 30 ثانيه من الفيديو مهمين. فانت لازم تركز على اول 30 ثانيه من الفيديو. ودول كانوا ال3 نصايح اللي قالهم مستر بيست للراجل. ولو وصلت لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك الفيديوهات القادمه. وسلام.